السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مع بعض هنعمل معاكم القراص الطرية بطريقة سهلة وبسيطة، زي ما عودتكم دايما ان انا كل وصفاتي بسيطة جدا وما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجة. شايفين طراوتها قد ايه وحلوة قد ايه؟ يلا بينا نخش على الفيديو على طول ونشوف احنا هنعمل ايه. هنا معايا دقيق، معايا سمنة على زيت، كوباية سمنة على زيت، بس انا حاطة صراحة النسبة الاكبر للسمنة، مسيحاها حاطة النسبة الاكبر للسمنة زي ما انتوا شايفين كده. نخش على المقادير على طول. جايبة طبق هننزل فيه بنص كوباية مية دافية، مية دافية، نص كوباية مية دافية، ومعلقة كبيرة لبن بودر، لبن بودر، معلقة كبيرة هرمية كده ندوبها كويس. انا حطيت طبعا معلقه ونص لان انا المعلقه الاولانيه كانت ممسوحه خالص، حابه تشيلي اللبن البودر ده من الوصفه مفيش اي مشكله. حابه تضيفي رايب، حابه تضيفي لبن عادي برضك مفيش اي مشكله. يعني انا بقول لكم البدايل ليها. حابه تعمليها بميه خالص برضك مفيش اي مشكله. هنجيب معلقه كبيره بقى كده هرميه من الخميره الفوريه، معلقه كبيره خميره فوريه. يبقى هنقول المكونات من تاني. الاول نص كوبايه ميه دافيه، تمام، زي ما قلت لكم اني ما ننزلش بالسوائل مره واحده. نص كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره هرميه لبن بودر، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه ونص كبيره سكر، معلقه ونص كبيره سكر. وندوب الكلام ده كويس جدا جدا لحد ما يدوب معانا كده. دي بقى كوباية من السمنة على زيت، ربعها زيت وتلات ارباعها سمنة. حابة تضيفي انتي تلات ارباعها زيت وربع سمنة مفيش اي مشكلة. حابة تضيفي زيت خالص برضك مفيش اي مشكلة. اسف. معايا كيلو من الدقيق اهو. انا هنزل بس بنص كيلو دقيق، مش هنزل بالدقيق بتاعي كله، نص كيلو بس، انا مش عايزة اكتر من كده. تمام. انا صراحة مجرباها وعاملاها، فانا حبيت ان انا اجرب معاكم تاني الوصفة. انا ما بعملش حاجة الا لما اكون مجرباها ومتأكدة منها. الحمد لله بفضل الله مليون في المية. زي ما انتم شايفين كده نزلنا طبعا بالدقيق بتاعنا وذرة ملح صنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة من الفانيليا، مش الكيس كله، حاجة بسيطة كده، شعرة من الفانيليا. تمام. بتطعم القرصة. بجد القرص دي وحياة ربنا كانت في حتة تانية، حلوة قوي 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 قوي. هنا بقى هنبتدي نشيل المعلقة ونبتدي نشتغل بايدينا. طبعا لسه هننزل بسوائل تاني. السوائل اللي حطيناها دي مش كفاية. لمينا الدقيق كده لحد ما الدقيق اختفى معانا. انا هاخدها بقى وانزل بيها على الارض عشان انا مش متملكه كويس من على الرخامه وكده. هننزل ببردك. انا حاطه جنبي نص كوبايه ميه دافيه، باخد منها بالشويه. تمام كده. تمام. وتفضلي تعجني فيها لحد بصي ما تتلم معاكي، وهتشوفي في الاخر نتيجتها عامله ازاي. بظهر ايدك كده بصوابعك وتضغطي وتلمي وتضغطي وتلمي لحد ما النتيجة كل ما بتعجني فيها كل ما تديكي نتيجة حلوة قوي وناعمة وطرية، مش قادرة اقولك. افضلي ادي فيها كده. طلعي بصي كل عافيتك فيها، كل همك فيها. نلم بقى يمين شمال لحد ما تتلمي معانا خالص. ننزل بصوا بسقسق حاجة بسيطة من المية جدا، مش بنزل بالسوائل مرة واحدة. الدنيا تبوظ عندي لسه. بصي هنا بقولك لسه، يعني لسه عايزة شغلك تاني. كده بقى انا خلاص انا خلصتها. هسيبها ترتاح بس مش اكتر من كده. هسيبها ترتاح، مش هسيبها تخمر. هتخمر بعد ما اشكلها واسيبها عشان ما نخليهاش تخمر مرتين. لا، هنسيبها تخمر مره واحده. هنا بقى العجوه بتاعتي انا مطلعها من التلاجة على طول. تمام. شوفوا اول ما حطيت عليها السمنه، السمنه جمدت ازاي، شايفين؟
شايفين واخدين بالكم؟ هننزل بمعلقتين من السمنة ونعجن العجوة بتاعتنا دي كويس جدا، ندمج السمنة فيها، نفضل نعجن فيها لحد ما تسيح طبعا في ايدي من سخونية ايدي. طبعا السمنة ايه هتبتدي تسيح تاني والعجوة هتبتدي تدفى. فالاحسن ليكي ان انت لو هي من بره اصلا هتبقى احسن، يعني ممكن تسيبيها ترتاح شوية بره العجوة. ماشي، حابة تحشيها اي حشوة دي براحتك، حابة تعمليها سادة دي براحتك. تمام، الحشوات دي اذواق، دي حاجة مش اساسية في الوصفة بتاعتنا. بس صراحة العجوة في القرص طعمها تحفة تحفة. عارفة انت لو عندك شوية من البلح فصصيهم وحطيه على النار بأقل من ربع كوباية مية، وسيبيها تاخد وتدي لحد ما هتبقى عجوة كده معاكي، تحطيها شوية في التلاجة وتعمليها وتبتدي تشكليها عادي. يعني مش لازم تجيبي قالب عجوة وكده، يعني لو هو مكلف تمام. هنبتدي بقى نقطع سيبنا العجينة بتاعتنا ارتاحت شوية بتاع حوالي 10 دقايق بس قبل ما شكلنا العجوة بتاعتنا. هنبتدي بقى ايه نقطع العجينة بتاعتنا اقل من البيضة. التقطيعة بتاعتك اقل من البيضة، حابة تعمليها كبيرة براحتك، بس انا عاملاها اقل من البيضة وهتشوفيها هتوضح اكتر على كفة ايدي اما اجي اشكلها. تمام، نفضل نلم كده جوه. ولو عندك ميزان وحابة تعملي حاجتك بالميزان بالظبط ماشي، مفيش اي مشكلة. شوفوا العجين معايا طري ازاي وجميل، حلو قوي وسهل جدا في التشكيل. هنبتدي بقى نفرد كده، انا هوريكم بس عشان خاطر وقت الفيديو. هنبتدي نفرد كده العجينة بتاعتنا بصوابعنا وعلى كفة ايدينا، ومش هتاخد معايا، والله انا عملتهم وانا واقفة ما خدوش معايا بالظبط 10 دقايق وانا واقفة على الرخامة، ما قعدتش حتى. شايفين بكفة ايدينا براحة ايدينا كده الاتنين على بعض خلاص كده. ونبتدي نحطها في الصاج بتاعنا. الصاج بتاعنا هو مش مدهون اي حاجة، لان طبعا القرص بتاعتنا فيها المادة الدهن المادة بتاعتنا، المادة الدهنية بتاعتنا مش محتاجة ان انتي ايه تحطي في الصاج اي حاجة. حابة تسوي في صواني ألمونيا تبقى احلى واحلى 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 بجد. زي ما انتوا شايفين كده، ومسكت السكينة اديتها شقين من فوق كده للقرص. طبعا انت لو حابة تعملي كمية سادة وكمية بالعجوة عشان تعرفي بس تفرقي. اللي هي السادة انا ما عملتهاش ايه، ما شرختهاش شرختين كده بالسكينة، انا حطيتها سليمة زي ما هي. اما العجوة فانا اديتها ايه تقطعتين. اقفلي بقى كويس، بقولك اقفلي كويس جدا. بصي التشكيل سهل مش هياخد معاكي اي وقت. اهي على راحة ايدك كده وبالسكينة، سكينة حامية بقى عندك عشان ما تبوظش معاكي العجينة. بس كده هخلصهم بقى الكمية كلها و... وهسيبها بقى اشغل الفرن حوالي دقيقة بالظبط واقفل الفرن. اشغل الفرن حوالي دقيقة بالظبط واقفل الفرن، يا دوب الفرن يطفى بس واقفل الفرن، واروح حاطة الصاج بتاعي عشان العجين بتاعي يخمر. دقيقة بالظبط وتطفي الفرن يخمر العجين واشغل. اما تيجي بقى تسوي اللهم صل على النبي، اما تيجي تسوي القرص بتاعتك تشغلي من تحت بس، من تحت على اعلى درجة، وتحطي القرص بتاعتك على الرف اللي اقل من المتوسط، اقل من المتوسط يعني قريب شوية من الايه من الارضية تحت. تمام كده، يعني ترفعي الصاجة بتاعتك تاني مستوى. تمام كده، تمام حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده انا شكلتها وخلصتها ايه. هو نص كيلو، يعني انت ممكن نص كيلو ده تعملي منه كمية اكتر من اللي انا عاملاها. تمام، كمية اكتر من اللي انا عاملاها دي كمان. شايفين التسوية جميلة ازاي، حلوة قوي. على فكرة الكاميرا ظلمة اللون بجد، وحياة ربنا كان طعمها تحفة وجميل جدا. وبصوا مش قادرة اقول لكم، تحس ان هي طعمها زي المعمول كده، حاجة كده طعم كده روعة.
الف هنا ليكم، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار وتسلم ايديكم وعينيكم مقدما. ويا رب ان شاء الله تعملوا احسن مني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه حبايب قلبي، مع السلامه، باي باي.